السلام عليكم. النهارده هنتكلم على جيلي اميجراند 2026. العربيه بصراحه السيدان اللي عاجبه ناس كتير قوي 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 فوق ما تتخيلوا، وناس كتير قوي بتتجه ان هي عايزه تشتري العربيه دي، ولكن شايفين ان سعر العربيه غالي. الوكيل قرر ان هو يعمل عرض كده، بدل ما يرخص سعر العربيه فقرر ان هو يعمل عرض بدون فوائد. طب ايه قصه العرض ده؟ قصه العرض ان حضرتك لو عايز تشتري جيلي اميجراند 2026 هتدفع 50% من ثمن العربيه. العربيه فئتين، في فئه ب 800 تقريبا و40، وفي فئه ب 930. فلو انت حضرتك عايز الفئه الاولى ب 840 هتدفع 50% من ثمن العربيه اللي هو 420,000 جنيه، وهتقسط ال 420,000 التانيين بدون اي فوائد، بدون اي مصاريف اداريه، بدون تامينات تقريبا، على سنه واحده بس. هي دي المشكله، ان انت حضرتك هتدفع 420,000 جنيه على سنه واحده بس. يعني انا لو ابو هشيمه، لو مين، ماشي، انما معانا احنا الموضوع بيبقى صعب شويه. على 12 شهر دي بتبقى صعبه شويه علينا، ولكن هو عرض التوكيل بيعمله. ولكن انا شايف ان العرض ده بالنسبه لي، يعني بالنسبه لي وبالنسبه لطائفه كبيره جدا من الشعب المصري اللي هو المستوى المتوسط او تحت المتوسط، العرض ده ملوش لازمه بالنسبه له. كان الاولى ان التوكيل يرخص العربيه. يعني حضرتك في عربيات كتير جدا رخصت. تعال تشوف غبور بجلاله قدره، غبور هيونداي اي دي رخصت 50,000 جنيه. يعني بقى عندنا فئه اولى بتبدا ب 900 وي، يعني فئه اولى بتبدا ب 900 وي هيونداي اي دي. فهل انا هسيب الهيونداي؟ ويعني مش عارف، هسيب الهيونداي وهروح لجيل ايميجراند؟ اعتقد الدنيا صعبه شويه، اعتقد يعني الدنيا صعبه شويه. فلازم التوكيل بتاع جيلي ينزل العربيه دي 50,000 جنيه على الاقل. يعني انا لازم الفئه الاولى تبدا من 790,000 جنيه، والفئه الثانيه تبقى مثلا عامله 850 860 870 اقصى حاجه، عشان العربيه تبدا تبيع. فالناس كلها تشتري الفئه الاولى اللي هي جايه طاسات. يعني عربيه ب 850,000 جنيه دلوقتي وتصات. يعني في حد لسه بيعمل تصات في يعني العربيات كلها دلوقتي بقت جنود، محدش لسه بيحط تصات. ما فيش حد. الناس كده تتجه على حاجات تانية. يعني انا عندي مثلا الباي كيو 5، يعني عربيه، تعال اتفرج على العربيه، مفيش حاجه. عارف العربيات اللي بتقول بابا وماما؟ هي البايك دي بتقول بابا وماما. ده من الفئه الاولى يا مؤمن، فيها فتحه سقف وفيها جنوط في الفئه الاولى، وفيها شاشه واكله التابلو كله. فانت بتتكلم في ايه؟ عايزين العربيه تنزل اقل حاجه 50,000 جنيه عشان ترجع تبيع تاني. وانا ما برشحهاش دلوقتي. هي عربيه حلوه قوي، والفتيس بتاعها عادي اعتيادي 6 سرعات، ما فيهوش اي مشاكل، ولا سي في تي ولا اي حاجه، ولكن العربيه غاليه. فالترشيح اللي هيكون افضل منها، لو انت عايز حاجه صيني هتركب البايك يو 5 لحد ما سعر العربيه دي ينزلوه اللي هي الجيلي. لو عايز عربيه هيونداي هتركب هيونداي اي دي. طبعا ده بالنسبه للعربيات السيدان. اما عربيات الاس يو في هنعمل لها فيديو تاني مهم عشان ناس كتير طلبوه. واستنوني في الفيديو الجاي بتاع الاس يو في. جمعنا الله واياكم في جنه عرضها كعرض السماوات والارض. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.